فنان أحمد مظهر رغم الشهرة والنجومية الكبيرة اللي هو كان فيها، لكن رغم كده في موقفين حصلوا في حياته كانوا صعبين جدًا. أول موقف إن هو مرة ساب المسدس بتاعه كان فيه ذخيرة حية وسابه في البيت ومشي. مين اللي شاف المسدس بقى؟ ابنه الوحيد شهاب، كان ولد صغير لسه طفل يعني، فخد المسدس يلعب بيه مع صاحبه وراح ضربه، فالذخيرة طلعت من المسدس وموت بيها صاحبه. طبعًا لما عرف أحمد مظهر الموضوع ده ورجع زعل جدًا واتخانق جدًا مع زوجته وقال لها أنتِ يعني اتهمها بالإهمال وأنتِ إزاي تسيبي ابنِك يعمل كده؟ فهي ردت عليه وقالت له: "أنت اللي غلطان إن أنت أصلًا تسيب مسدس فيه ذخيرة حية في البيت وتمشي." فالخناقة كبرت جدًا ما بينهم، وكان الموضوع ده هو سبب انفصالهم عن بعض، انفصل عن زوجته بسبب الموضوع ده رغم إن هي كانت حُب عمره. أمّا بقى الموقف التاني اللي حصل معاه إن هو بكى على الهوا في لقاء قديم ليه مع الإعلامي مفيد فوزي بسبب استيلاء الحكومة على نُص أرضه أثناء بناء المحور، وتعاطف ساعتها مع الجميع، وحاول ساعتها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إن هو يحل المشكلة من خلال الابتعاد عن أرضه، لكن مع الأسف ما كانش هينفع لإن المهندسين قالوا إنه هيحصل حوادث كتيرة جدًا لو عملوا كده.